السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم حبيت أشوفكم طريقتي بالسبانخ وإن شاء الله يا رب تعجبكم، بس أتمنى منكم اشتراك ولايك وتشجيع لي حتى أبدي وياكم بالفيديوهات أكثر وأكثر وتكبر قناتي بيكم ومنكم وبيكم حبايبي. هنا أنا طبعا دا أشوفكم السبانخ واللوبيا شون مستوية مال السبانخ. طبعا أنا لا أنقحها ولا أسقها اللوبيا، مجرد بس أغسلها وأخليها. هنا أنا محضرة المواد كلها: كيلو سبانخ غاسلته وثارمته ناعم، والآلة همين عبارة عن نشبنت وكزبرة وحلبة، طبعا هم غاسلته وثارمته ناعم، وحبة بصل ثارمتها ناعم، ولوبيا ربع كيلو غاسلته ومحضرته. وهنا أنا عندي نص كيلو لحم سالكته همين وراح أحمسه حتى الفيديو لا يكون طويل. طبعا أنا اختصرت هاي كلها حتى الفيديو لا يصير طويل وممل. هنا أنا حبايبي سالقة اللحم، خليه الزيت قليل خليه طبعا ويا اللحم. وهسه حبايبي راح أضيف البصل، حبة واحدة بصل ثارمتها ناعم، وهم راح أحمسها كل الزين ويا اللحم، تنحمس كل الزين، وأضيف عليها الآلة مال السبانخ. شوفوا حبايبي بدأ ينحمس البصل ويا اللحم، وهنا ننحمس البصل واللحم كل الزين. هسه راح أضيف الآلة مال السبانخ اللي عبارة عن نشبنت وكزبرة وحلبة ثارمتها، طبعا أنا ناعم ثارمتها. هسه راح أحمسها ويا اللحم والبصل، مجرد بس يتغير لونها وتذبل أضيف عليها السبانخ. هاي حبايبي راح أحمسها هم زين ويتغير لونها وتذبل. شوف حبايبي بدأت تذبل وياني، وهاي ذبلت ويانا، وراح أضيف السبانخ همين. هاي السبانخ ضفتها ويا الشبنت والكزبرة والحلبة واللحم والبصل. هاي راح أحمسها كل الزين. شوفوا حبايبي شلون ذبلت السبانخ وطلعت السوائل مالتها كلها سوا، شوفوها شلون. هسه راح أضيف اللوبيا وأحمسها هم وياهم حتى تتجانس المواد كلها سوا. شوفوا حبايبي شلون. وهنا بعد ما حمست اللوبيا هم وياه راح أخلي خاشوقتين معجون كبار وأحمسها هم وياه. وهنا الكركم نص خاشوقة شاي، والفلفل الأسود نص خاشوقة شاي، والنوم بصرة نص خاشوقة شاي. وطبعا نوم بصرة والفلفل الأسود اختياري، أنا بالنسبة لي أخلي هاي المواد تنطيها طعم وعطر كلش طيب تنطي للسبانخ. ها حبايبي شوفي شلون. وهاي خاشوقتين معجون كبار حمستها وياه، تتجانس المواد كلها. بعدين أضيف مي حار همين، هاي راح أضيف مي حار، وراح أضيف مي حار هم بعد حتى تغلي بيه كل الزين، تغلي المواد كل الزين ويا المي حار. وهنا حبايبي شوفوا بعد ما استوت المرقة، إن شاء الله يا رب تعجبكم هاي الطريقة. أتمنى من عندكم حبايبي اللايك والاشتراك. طبعا هنا أنا ضفت الملح نسيت أقول لكم، بس أتمنى منكم حبايبي تكبروا لي قناتي حتى تشجعوني أكثر أنزل لكم الفيديوهات يومية. شكرا حبايبي للمتابعة.